استاذ شديد، خلينا نسمع نصيحة أخيرة من عندك. اكيد طبعا النصيحه اللي اوجهها لكل الناس اللي جاي يشاهدني انه اللي هو يستغل الفرص اللي موجوده اليوم. انت لازم، لان الله سبحانه وتعالى دائما يدز لنا فرص ويدز لنا ارزاق، فانت لازم تعرف رزقك وين وتستغله بالشيء الصح. دير بالك تقول انه انت والله الظروف او مثلا التعب او مثلا ان حكمت انا بهذا العمل. نصيحه، اذا عمل ما عاجبك دير بالك تبقى عليه. ترى عمرك واحد ويومك واحد ووقتك واحد والثانيه مالتك واحده. دير بالك تعيش ثانيه بعمل انه انت ما مرتاح بيه. زين مو اوكي شديد والاعمال شلون من نشتغل اهلي جوعانين اشتغل عمال، لا. خليك تعمل بالمجال اللي انت شغوف بيه. والله العظيم المجال اللي انت شغوف بيه راح تعمل بيه من الصبح لليل بدون تعب. راح تكتشف نفسك وتبتكر اشياء بعمرك ما شايفها. خليك جاهز، خليك قوي، خليك مستمر، بس ثق. مجال اللي انت شغوف بيه ما راح ينطيك الثمرة بسرعة، راح تتعب بيه هواي، راح تصير عندك مصائب هواي، لكن انت راح تكون قدها لان انت تحب هذا المجال وتحب وعندك شغف به. الناس اللي نجحت كلها لان هي استمرت بمجال هي شغوفه به وما اخذت اجازه. فنصيحتي لك انه انت ابحث عن الشيء الصح وابحث عن الفرصه اللي الله سبحانه وتعالى دزك اياها. اليوم اريد انطيك بهاي النصيحه قصه سريعه بسيطه جدا. اكو شخص دعا رب العالمين قال له يا رب ساعدني. بحر هو جاي يغرق، الله سبحانه وتعالى دز له قارب، بس هو قال له لا ما اريد اصعد وياك ان ربي ينجيني. دز له قارب ثاني قال له لا ما اصعد وياك ربي راح ينجيني لحد ما غرق. فدر بالك تغرق، استغل القارب اللي يجيك لان ممكن يكون اخر قارب. احنا دائما بحياتنا عندنا 5 فرص، ممكن هاي فرصتك الاخيره استغلها وانت تستحق، وان شاء الله يا رب تلقى فرصتك تكسر بها الدنيا. واتمنى لكم كل التوفيق. عاشت ايدك استاذ شديد.